ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وكويسين. فيديو النهارده اقول لكم على روتين كامل للشعر باقل من 250 جنيه. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. اول حاجه يا بنات في روتين الشعر وهو حمام الزيت. ده زيت من الو ايفا، هو بالصبار وزيت الارجان المغربي. حلو قوي تستخدميه كحمام زيت قبل ما تاخدي الشاور بتاعك او تعملي روتين الشعر بتاعك. هو حلو جدا وده حجمه 200 مللي، في منه احجام مختلفه. هو ريحته يا بنات مش حلو قوي لكن برضو مش وحشه جدا، يعني مقبوله. حلو قوي تعملي منه حمام زيت. وكمان سعره بيكون في حدود 40 جنيه، الحجم الصغير منه بيكون في حدود 40 جنيه. وكمان تقدري ترطبي بيه شعرك بعد ما تاخدي الشاور بتاعك. حلو جدا تستخدميه على الاطراف، هو مكتوب عليه ان هو للشعر الهايش. هو حلو فعلا للشعر الهايش بس مش هايش قوي يعني، فده ارشحهولك كحمام زيت او كمان كترطيب للشعر. حلو جدا وده اول خطوه في روتين الشعر، انت تقدري تستغني عنها وتخشي على الخطوه اللي بعدها. بقى يا بنات وهو الشامبو. طبعا الشامبو ده خطوه اساسيه ما تقدريش تستغني عنها، سواء عامله حمام زيت او مش عامله لازم تستخدميه، عشان هو وظيفته بينظف فروه الراس من اي بواقي زيت او من اي دهون او اي حاجه موجوده في الفروه، بينظفها جدا. الشامبو ده من الو ايفا بالصبار وزيت الارجان المغربي. حلو جدا برضو، ده حجمه 230 مللي، فبرضو هيقعد معاكي فتره. مميزاته بقى ان هو بينظف فروه الراس جدا، حلو جدا في تنظيف الفروه، وكمان مش بينشف الفروه. لكن ريحته مش افضل حاجه، بس هو حلو جدا بالنسبه لسعره. سعره بيكون في حدود 60 جنيه ده تقريبا، يعني السعر طبعا بيختلف من مكان لمكان، فمش هقدر اقول لكم السعر بتاعه بالظبط. انت ممكن تجيبيه اغلى من كده او ارخص حسب المكان اللي هتشتري منه، بس هو بصراحه حلو جدا، انا بحبه وبرشحهولك لانه بينظف الفروه جدا. تالت خطوه بقى يا بنات في روتين الشعر وهو حمام الكريم. حمام الكريم ده برضه بعد الشامبو بنحطه على الشعر كله ما عدا فروه الراس، لانه لو جه عندها هيطر الشعر وبالتالي هيعمل تساقط للشعر. انا هقولك كام نوع واقولك ايه افضل واحد فيهم. هير ماسك ده من الو ايفا، ده بالصبار وبروتينات الزبادي. ده حلو قوي يا بنات، انا بحبه جدا. هو حجمه 250 جرام، ريحته خطيره بصراحه. فده اول واحد انا برشحهولك وبقوه، حلو جدا. عايزه اقولك حاجه كمان، انا بعمل خطوه كده وانا بعمل حمام الكريم ده، بحط حبه من الزيت ده على حمام الكريم، بحس ان هو بيزود الترطيب بتاعه. فبصراحه انا بحب اعمل كده، جربي الخطوه دي وهتفرق معاكي. وده سعره بيكون في حدود 65 جنيه، يعني اغلى سعر ليه هتلاقيه 65 جنيه، طبعا اسعار متغيره. فده اول اختيار بالنسبه لك. تاني اختيار بقى يا بنات وهو الهير ماسك ده من المينك، ده بجوز الهند، شكله من جوه. احلى حاجه فيه بقى يا بنات وهو حجمه 500 مللي، فبيقعد معاكي فتره طويله جدا. بصوا مليان ازاي، ده احسن حاجه فيه. لكن ارشح لك اول حاجه هو الو ايفا، بصراحه احسن واحد عجبني. لكن لو انت عايزه حاجه تكون حجمها كبير ارشح لك من كده. هو سعره بيكون في حدود 50 جنيه، هو برضو مش وحش لكن الو ايفا احلى بكتير بصراحه. لو انت عايزه حاجه تقعد معاكي فتره طويله هرشح لك منك لانه حجمه كبير. لكن لو انت عايزه حاجه تكون ترطيبها حلو فهرشح لك ايفا ده، في الترطيب حلو جدا وريحته تحفه. طب لو انت عايزه حاجه تكون سعرها بسيط جدا وفي نفس الوقت يكون عندك حمام كريم، برضو جيبي حمام كريم من فاتيكا. هو الكيس ده بيكون سعره في حدود 10 جنيه 15 جنيه حسب المكان، وفي منه انواع كتير قوي. فده هيبقى حلو، ممكن يكفيكي مرتين الكيس، تعملي منه مرتين، حلو جدا برضو. انا رشحت لك الثلاثه دول وانت هتجيبي المناسب ليكي. حمام الكريم برضو خطوه مش اساسيه، ممكن تقدري تستغني عنها. الخطوه اللي بعدها بقى يا بنات وهو البلسم، ده من الو ايفا برضو بالصبار وزيت الارجان المغربي. هما كلهم مجموعه واحده بتكون بنفس الريحه، هو ترطيبه حلو لكن لو الشعر جاف قوي فمش هيكون مناسب، لكن هو ترطيبه حلو على قد سعره. يعني لو شعرك جاف قوي قوي فمش هيدي الترطيب اللي انت مستنياه منه. انا شفت بصراحه ريفيوز كتير عنه ان هما بيقولوا حلو جدا، هو حلو لكن قوي يعني مش للدرجه. بصراحه مخلصاه، هو بستخدمه على طول. يعني حجمه 230 مللي وسعره بيكون في حدود 70 جنيه، ممكن طبعا تلاقيه ارخص من كده او اغلى. فالبلسم ده خطوه اساسيه وبنستخدمها عشان نحبس الترطيب اللي احنا عملناه بحمام الكريم.
وده بنستخدمه على الشعر كله ما عدا الفروه برضو. اخر خطوه بقى يا بنات في الروتين وهو ترطيب الشعر اللي احنا استخدمناه واحنا بنعمل حمام الزيت بتاعنا، هنستخدمه برضو ونرطب بيه شعرنا. بس غلط ان انت تجيبيه على الفروه، فيفضل ان انت ترطبي بيه اطراف شعرك بس. وكده يا بنات يكون الفيديو خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه. متنسوش لو عجبكم الفيديو لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بنزله.